record on this computer. طيب ايه الفرق ما بين الثيم وما بين التمبلت؟ مبدئيا كده تعال نشوفها بشكل عملي، لان انا بحب دايما اخليك انت تقتنع بالحاجه بشكل عملي. elements. تمام. خلاص. وهندخل مثلا على السين فورست. خلينا بس معتقدين ان انفاتو كلمه انفاتو دي هي الام او الاب اللي تشمل تحتها حاجات كتير. خلاص، تشمل تحتها ايه؟ تشمل تمام. تحتها اللي هي الكود كانيون، وتشمل تحتها السين فورست، وما خفي هو اعظم. بس هي الانفاتو دي هي اعلى حاجه. خلينا بس معتقدين كده في البدايه. دلوقتي لو انا هكتب مثلا، تمام. فاكر المثال اللي احنا كنا بنتكلم فيه يا استاذ عمر؟ الكوكينج هو سيم. طيب الثيم ده بيكون ليه حاجه اسمها تحديثات. بيكون في بص شايف لاست ابديتد او الحاجات دي كلها، بيكون في حاجه اسمها تحديثات، يكون في تمام. حاجه اسمها دعم، يكون في حاجه اسمها السيم اوبشن. يعني انت لما تيجي تنزل الاسترا او تيجي تنزل الكادنس او الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها، التحكم اللي فيها بيكون من الابيرنس من جوه، مديك حاجات ثابته كده، يقول لك الووكوميرس، الميسك، الجنرال، الحاجات دي كلها. طيب عشان هي تمام. سين. طيب التمبلت بقى ايه اللي انا بعمله؟ بروح منزل حاجه اسمها، خلينا بس واحده واحده، هدخل معاك واحده واحده. دلوقتي ايه السيم اللي كان عندك؟ ابعت لي اللينك بتاع التمبلت اللي كان عندك، ابعت لي اللينك بتاعه على الشات هنا. اي تمبلت مثلا، مارت فوري مثلا. اي تمبلت اللي انت عايزه. طيب دلوقتي انا دخلت على الانفوت ودخلت على الورد بريس، هكتب كوكينج. خلاص، مثلا. اروح على الكوكينج ده. السيم يا استاذي، السيم يبقى له تاريخ دعم. ده ملوش تاريخ دعم، ده بيكون تصميم جاهز واحد تعب فيه جدا، تمام، وقال لك خد التصميم ده ارفعه واشتغل وتعامل بيه تماما. لان لو انا رحت هنا، رحت على اللي هي البلوجن وعملت نيو بلوجن، ورحت هنا على الانفاتو بشكل عملي، وهو اللي هو الانفاتو اليمنت فوتو اند اليمنتور تمبلت. ده برضه عشان الناس تعرف، على فكره ده مسجل، وفي أداة عملنا له تانية برضه اكتيفيت. الإنفات على فكرة. مفيش مشكله، اي اداه اللي جت يعني في بالي دلوقتي. دلوقتي انا عندي بس الانفاتو الفكرة تمبلت. معظم التمبلات اتفضل. مش بتشتغل على فكرة، معظم التمبلات اللي بنزلها من انفاتو مش بتشتغل. ما هو بقى يعني ده اللي احنا اه، بنتكلم فيه، ان انت ممكن بيبقى فيها الثيم مشاكل او فعلا. التمبلت. ممكن التمبلت اللي انت محمله من 2021 ممكن يكون اصلا اصدار. بص انت عندك الورد لا لا، بريس ليه بنزل إصدار اصدارات. جديد، إصدار جديد. اه يعني في ممكن تمبلت يكون أنا مشكله تمبلت. مشكله في الكود عنده. ممكن يكون مشكله في الكود عنده، هو بيعمل التصميم وكده. ممكن يكون في مشكله عنده في الكود. تمام، لان هو أنا بيقول بعملها لك من هنا ايه. الفلتر، اه بيبقى في فلتر في انفاتو، بجيب أحدث الحاجات اللي معمول لها تحديثات والأفضل من حيث عدد التنزيلات. تمام. لا، مشكله فنزلت مشكله أول. من الشخص اللي رافع مشكله من الشخص اللي رافع ال- التمبلت نفسه. تمام، هي بتكون ما الفكرة يعني بقى إن أنا اغلبها باجي أفكه، باجي أفكه مم. علشان أعمل له مم. امبورت على مثلا إليمنتور، مش بيقبل ليه مش عارف. ما زي ما قلت لك، يعني هو بيقول لك بص ده مثلا ده جه كده ايه، يعني صدفه. بص بيقول لك ايه compatible version اليمنتور 3 و10، اصلا 23 نزل، فهو ممكن ما يبقاش compatible with اليمنتور بالاصدار ده. فاهمني ما هي ازاي؟ دي فده مشكلة لو التمبلت، دي اه مشكلة التمبلت. بالظبط. انت بقى لو جيت على الثيم نفسه، تعالى معايا خش على اي ثيم. هو في الثيم طريقة اهو ما مثلا. ينفعش إن إحنا نحول بيها السيم لتمبلت، ولا مستحيل ده؟ لا ازاي؟ لا طبعا، استحالة. فالفكرة بقى في تمبلت، في بعض التمبلت بنزلها، قصدي مم. السيم بنزله من انفاتو، بيحتاج إن أنت تعدل عليه من داخل السيم مش من على الانفنتور، دي مش عارف. من داخل الثيم نفسه. هو اصلا اه مفيش حاجة مش من اسمها على ثيم من اليمنتورا، اه، اه، من انفاتو. بيبقى في element معين. لا، في سيمات بتبقى على انفاتو كويس. امم زي ايه؟ يعني مثلا انا كنت جايب سيم لكان شركة عقار. تمام.
عقارات. مم. طب بص، هستأذنك وبعدل ان احنا عليه نرجع تمام. للسؤال ده عشان بس الميتنج مسجل، عشان اللي بيسمع برضه في اللي هو اوفلاين ما ياخدش وقت كبير. احنا هنشرح بس الفرق ما بين الاثنين، وهستقبل الاسئله دي في الآخر. هستأذنك طبعا. تمام. تمام عادي مفيش مشكلة. طيب، عشان الوقت بس اللي بيسمع مش أكتر. تمام. طيب احنا دلوقتي علشان تمام. كوكي ده عباره عن تمبلت. طيب التمبلت ده تعالى مع بعض نشوفه كده. التمبلت ده فعلا ليه صفحات والامور ماشيه زي الفل. هو بيقول لك كمان الصفحات اللي في التمبلت دي تشمل 1 لحد 10، وبلاجنز كمان اللي هو اصلا هيعمل لك ريكومندد عليها وانت بتنزل السين ده من انفاتو، بتعمل له ابلود. بعد كده بيقول لك هنا في الفونتات المستخدمه، ودي ممكن تغيرها بكل سهوله على فكره. وهنا متطلبات السيستم عشان التمبلت ده يكون شغال. تمام. هاو تو يوز التمبلت، طبعا دي خطوات اصلا ثابته، وانت لو يعني بقالك مرتين كده ولا حاجه تقدر ان انت ترفع التمبلت من غير ما تبص عليه. والحاجات دي كلها نفس ايه، هي وصف للتمبلت ده. طيب هل التمبلت ده ليه حاجه اسمها اوبشن سيم اوبشن او حاجه؟ هل التمبلت ده ليه اصدار؟ لا، هو عباره عن راجل محترف فكريا كده، عنده فكر كويس، فحب ان هو يستخدم الاليمنتور ان هو يبني الثيم او التمبلت ده بيه. بس هو ده الموضوع بتاع التمبلت. هل يمكن ان ينفع ان انت تحدثه؟ لا، لان هو اصلا عباره عن تصميم، فازاي هتحدث تصميم؟ هو كده كده بيتحدث بشكل تلقائي. وممكن ان انت تحمل ثيم اسمه هالو اليمنتور، تبدا ان انت تشتغل عليه. لو عايز مثلا تعدل حاجه فيه براحتك. فاهمني ازاي؟ هو كده كده بينزل في حته في الموقع، هوريها لك دلوقتي. التمبلت ده بينزل في حته في الموقع. لو احنا ما عندنا بس الاليمنتور، اقول لك ينزل فين. تمام، على طول كده على السريع. ممكن يبقى في الابييرنس اصلا سيمز. انا ما بتكلمش على الثيم، انا بتكلم على التصميم، التمبلت اللي انت بترفعها من الانفاتو نفسها. تمام. يا اما اه بتكون في انفاتو، يا اما بتكون التمبلت كده كده في انفاتو وانت بتعمل لها امبورت، يا اما ان انت بتروح على التمبلت السيفد تمبلت اللي موجوده عندك، هي بتنزل هنا. تمام. فكده احنا هنا بنلاقي التمبلت بتاعتنا اللي موجوده ونزلتها من انفاتو، اللي هو الجزء. طيب هنروح على موضوع الثيم. الثيم بيكون ليه اصدارات، بيكون في فريق كامل من المبرمجين شغالين عليه. الثيم ما بيتبنيش بالاليمنتور، بيتبني بلغات برمجه زي البي اتش بي، واحده منهم. تمام. طيب تمام. بعد كده لما تيجي مثلا تخش معايا على الثيم بشكل رسمي، بتلاقي ليه تقييمات. بتعرف، بص زي احنا لسه بنتكلم في موضوع الاصدار بتاعه. خلينا نروح على ثيم محترم جدا اسمه وود مارت. وود مارت ده من اعتى سمات في مجال المتاجر بشكل عام. تمام. حكم. طبعا. فبتلاقي اول حاجه، بتلاقي هنا الريفيوهات واضحه قدامك، بتلاقي التعليقات ثابته قدامك. ده اول فرق. هنا مش هتلاقي الكلام ده قدام عينك، مش هتلاقي. تمام. هو تمبلت وتوكل على الله. ده اول حاجه. طبعا على فكره الكومنت عنصر مهم جدا من العناصر اللي لازم تخلي بالك منها وانت بترفع التمبلت، هي والتقييمات. يعني دي اول حاجه عينك لازم تيجي عليها وانت بترفع الثيم ده عندك، او قبل ما تشتريه حتى. تمام. طيب ده اول اختلاف. ثاني اختلاف الاصدار. مفيش هنا اصدارات خالص، لان هو عباره عن تصميم وقلب، تصميم وارمي. وعلى فكره هو مش وحش، ولكن بيبقى فيه مشاكل. تمام. طيب ده كده الفرق. طيب هنا بيقول لك، بيدي لك المعلومات اللي هي برضو كده كده بتبان، يعني بتبان هنا وبتبان هنا. تمام. بيقول لك ان ده متوافق مع الاصدار رقم كام من الووردبريس، معمول بلغات ايه. حتى هو بيقول لك هو معمول بلغات كذا كذا، جي اس، سي اس اس، وهكذا. بيقول لك ان هو على فكره وود مارت من اكتر الحاجات اللي بتليق على دكان. تمام. ومتوافق مع اي عناصر والكلام ده، متوافق اصلا مع اي براوزر او الكلام ده. هنا مش كاتب البيانات دي بشكل واضح. فده الفرق الفرق الثاني او الثالث. خلاص. هنا في دعم، هنا في فريق يا جماعه، هنا في اكستيموز. اهو الاكستيموز ده عاملين سيلز اكتر من 86,000 يعني. ودعم على مدار الساعه، وفيديو توتوريالز ودوكيومنتيشن والحاجات دي.
هنا اخره ان هو يقول لك ان في دوكيمنت ان في انت اهتمام. ممكن. نعم. رحت شفت دوكيمنت، اقول لك في اهتمام في السيم مش في ايوه، هنا هو بياخدوا فلوس عشان الفلوس دي مصلحه ان هي ترجع لك عن طريق الدعم، ترجع لك عن طريق ان انت بتستخدم سيم فوق مستوى الاحترافيه. يعني انا مثلا عامل موقع اسمه ينابيع، تمام، ستور، تمام، دوت كوم، ده اللي انا فاكره. مثلا عندك اهو، بص فتح في قد ايه؟ فتح في ما فيش. طب المنتجات اللي موجوده قد ايه؟ عندك 81 منتج، عندك 15، عندك 102، عندك وهكذا. وده كمان نازل باصدارين، اصدار عربي واصدار انجليزي، وفتح بالسرعه دي. تمام. فهم اصلا هم حاطين لك كميه فيتشرز وكميه تسريع وكميه حاجات اخذت منهم سنين. فانت بتدفع بس حاجه $59، حاجه بسيطه كده، علشان تاخد الايه المزايا دي. طبعا الدعم، وبتاخد حاجات كتير جدا مع الثيم، وبتعمل وايت ليبل في الوود مارت، وحاجه محترمه جدا. اما التمبلت بتاعنا، الفرق بقى اللي هو التمبلت بتاعنا لا في حاجه اسمها سيم اوبشن ولا اي حاجه من الكلام ده. بتتحكم منه لو انت مثلا عايز تتحكم في الاوبشن، بتخش على الابيرنس، بتخش على اللي هو الكاستمايز، وتتحكم في الحاجات المحدوده جدا في التمبلت. فهو ده الفرق ما بين التابلت والثيم. فعلا. ده مجاني وده مدفوع. ده متعوب عليه سنين سنين، وده ممكن واحد يعني من ضمن الطرائف ان انا مره دخلت على تمبلت، لقيت ان هو واخد من تمبلت تاني ومغير ايه، مغير بس الزراير، مغير شكلها. فممكن في التمبلت ممكن يتسرق ممكن بسهوله جدا، لان هو متاح للكل. مفيش حاجه اسمها ان انا ابقى يونيك او ابقى فريد من نوعي. يعني هنا انت هتبقى فريد، استحاله تبقى فريد هنا بالتمبلت ده. التمبلت ده ممكن يكون محمله 2 مليون شخص وانت مش عارف. لكن هو هنا في الثيم هتلاقي ان تحميل الوود مارت ما تجاوزش ال 74,000 في العالم محملين الثيم ده بشكل شرعي وبشكل ترخيص رسمي. فانت لو بتبحث على كل حاجه حلوه هتروح على الثيم، ايا كان الثيم ده. تكلفته 59، في سيمات بتوصل ل 105، في سيمات بتوصل ل $29. ولكن الاحسن ان انت دايما تتعامل مع الثيمات حتى لو في اي موقع غير ثيم فورست، بعيد عن التمبلت. ده كده احنا خلصنا الجزء او الفاصله بتاعه التمبلت وبتاعه، وعرفنا في الفيديوهات في الفيديو اللي قبل كده ازاي ان انا اختار التمبلت بتاعي او اختار الثيم بتاعي لو انا هختار هنفذ مع عميل فعلا. تمام. والمزيد طبعا من التفاصيل والحاجات دي طبعا بتبقى في الكورس المدفوع جوه. ولكن انا حبيت ان انا اشارك، حتى المعلومه تبقى ليها فايده، حتى لو اي حد منكم ان هو سمع اللي انا بقوله ده ومش عايز يشترك في الكورس المدفوع، يبقى استفاد معلومه ممكن يقعد شهور علشان يعرف ينفذها. بس فانا كده خلصت الجزء بتاعي، وابتدي ان انا اعمل ستوب شير سكرين.